لسه راجع من بره وباقي ساعه على الفطار، فقلت لازم اعمل لي حاجه سريعه عشان نلحق نفطر على المغرب. وانا مروح وانت معدي على الراجل بتاع الفراخ جايب لي من عنده صدر كامل ومقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين، ونزلت عليها بملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ورشه بابريكا وشويه خل، وهنقلب كل حاجه مع بعض. لا مفيش وقت ان احنا نسيبها في التلاجة، احنا هنحمرها على طول. وفي اي طاسه عندنا على النار هنقوم نازلين بمكعب زبده، قبل ما الزبده تبدا تدوب معانا هنقوم نازلين بالفراخ ومحمرينها لحد ما لونها يتغير، بس تقريبا هتستوي نص سوا. وفي نفس الطاسه هنقوم شايلين الفراخ ونازلين عليهم بمكعب زبده، وننزل بالبصل، واول ما يبدا يدبل معانا هنقوم نازلين عليهم بفصين توم ومعلقتين صلصه وكوبايه كريمه، ممكن تستخدم كريمه طبخ او كريمه لباني، هنقوم مخففينهم بكوبايتين لبن، وهنقوم مقلبين كل حاجه مع بعض ونازلين عليها بنفس التوابل، ملح فلفل اسمر بابريكا ورشه زعتر، هيودي الطعم في حته تانية. وبس كده هنقوم مرجعين الفراخ بتاعتنا عشان تكمل سوا ونسيبهم 5 دقايق. في الوقت ده هنقوم سالقين المكرونه بتاعتنا في اي ميه سخنه فيها رشه ملح. تقريبا الاكله اللي احنا هنعملها دي استخدمت 200 جرام مكرونه. واول ما المكرونه تتسلق معانا نقوم صفينا ونازلين بيها على الخلطه بتاعتنا، وقبل ما تستوي تقريبا هنقوم مهدين النار ونازلين بشويه جبنه موتزاريلا ونسيبها على نار هاديه حوالي دقيقتين. وبس كده احنا خلصنا، هنقوم غارفين في الطبق بتاعنا وعليهم رشه بقدونس كده بيدوا شكل حلو جدا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات فطاركم ايه النهارده، وعايزكم تكتبوا لي وصفات لو احنا مستعجلين عايزين نلحق نفطر على المغرب، وصفات نعملها بسرعه. وبس كده والله انا كان نفسي اقول لكم رايي، بس شكلها كان حلو، بس انا كنت صايم ما اقدرش